المحلل التحكيمي الكبير عبد الله فلاتة يتحدث عن تاريخ الاتحاد وإنجازاته أمام عبد العزيز الزلال. فلاتة يقول عبد الله فلاتة: أكثر الأندية في دوري روشن صرفا على شراء العقود لهذا الموسم. هذا السؤال. أرقام، حب الأرقام، أكيد حب الأرقام. إحنا لو شفنا التعاقدات اللي حصلت هذا الموسم ما نقدر يعني نخليها عن الموسم الماضي، لأنه السنة دي كلها كانت تكمل عن الموسم الماضي، تعويض عن الموسم الماضي. إذا هو يقصد الاتحاد، فالاتحاد ما عنده صفقة كبيرة إلا هو موسى ديابي. هذا الأعلى عن موسى ديابي. كان سيلو إذا نحن عنده حسام عوار برضه مبلغه محدود، والحارس ده اللي انا اعتبره جدا ممتاز 8 ملايين يورو حاجه زي كده، مبلغ محدود. فين المبالغ؟ مبالغ كلنا نعرفها، ما نبي نرجع لصفحه المبالغ لانها حساسه وفي ناس تزعل منها. معروف المبالغ، مين اللي حصل الكعكه الكبيره، الكعكه اللي قد كده معروف، اللي اخذ الكعكه اللي قد كده معروف. يعني اذا بدك تعوض الاتحاد تعليق بسيط، تعليق بسيط ما يخالف. يا خالي والمريب وان يقول خذوا. تفضل. تفضل ابو خالد. 415 مليون ريال تعاقدات الاتحاد الموسم هذا. حديث الوزير عبد العزيز بن تركي فيصل المتلفز يقول الموسم الماضي الاتحاد تعاقد مع 5 لعيبه اجانب. الوزير قال 3. وبعد مشاركة الاتحاد في البطولة العربية وخسائره والضغط الجماهيري أضفنا لهم لاعبين وصاروا 10 لعيبة. هنا السؤال: ال5 الثانيين أنت كيف خلصتهم مجانا ولا حب الاتحاد خلاهم يوقعوا مخالصات مجانية؟ شاركت في كأس العالم ثاني أعلى قيمة سوقية في كأس العالم. تدري كم القيمة السوقية كانت الاتحاد؟ 114 مليون.